لمصطفى المومري ويفسر القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مصطفى المومري يفسر القرآن. عجيب، ما في علماء في الأمة. أين درت عمر ليؤدب هذا السفيه حتى لا يختلق الانحراف في القرآن الكريم؟ رجل سيء سفيه لا يعرف العربية ولا يعرف قواعد التفسير ولا يعرف إلا الهرج، سفيه ساخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وإذا بأفاجأ بالبخيتي يفسر القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أصبح الزنادقة يفسرون القرآن. عجيب عجيب، الكفار ونحن نيام لازلنا نحارب بعضنا بعض، لازلنا نتقاتل مع بعضنا البعض. متى سنصحصح؟ مسألة خطيرة. مصطفى المومري يتابع 2 مليون يمني، 2 مليون. أين هؤلاء الهبل حتى يتابعوا هذا الساقط النذل؟ هذا نذل والله. لو كان في زمن السلف للطموه بالنعال، أقسم بجلال الله. جاء إلى عمر رضي الله عنه رجل يلعب في تفسير القرآن، تفسير القرآن. قال له عمر: ما عندك؟ قال: عندي كيت وكيت في سورة الذاريات. عمر: وما أدراك ما عمر؟ وعمر كان يمشي بالعصا، أي واحد أعوج يصلح له الأعوج. أول ما قال في الذاريات أخذ عمر العصا وخبطه في رأسه حتى خرج الدم. اسكت. أخذ الرجل يده ومسح الدم. قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما أجد، أنا الآن بخير ولا عد عندي أي إشكال خالص. فهؤلاء يريدون هذه العصا، عصا عمر رضي الله عنه، لتأديب هؤلاء الناس. مسألة خطيرة يا أخوان.